النهارده انا بقدم لك فرصه استثمار كويسه جدا وسكن. في ناس ما بتحبش تسكن في شقه، وفي ناس بتحب تسكن في تاون هاوس. النهارده جايب لك مشاريع مختلفه جدا من نفس المطور كتاون هاوس باسعار بيعتبر هي اقل سعر في السوق العقاري في دبي كتاون هاوس. ولما نيجي نتكلم على استثمار عقاري في التاون هاوس لازم أن يكون عندنا كونسبت مميز جدا او نفهم حاجه كويسه جدا، ان التاون هاوس هو اعلى طلب هو والفلل في السوق العقاري في دبي، وكمان من افضل الاستثمارات اللي تقدر تعملها لانه بيعمل كابيتال ابريشيشن اعلى من الشقق، او سعره بيزيد اكتر من الشقق. ليه؟ لان طبعا السبلاي منه قليل جدا والطلب عليه عالي، او المعروض منه قليل جدا، لان احنا زي ما احنا عارفين التاون هاوس بيحتاج ارض كبيره علشان نبني عليها كوميونتي تاون هاوس، لكن الشقق في نفس البنايه بنقدر نطلع اكتر من شقه. يكون المعروض قليل والطلب بيبقى كتير جدا من العائلات، بالاخص العائلات اللي هي بتبقى يقول لك بدل ما اخد شقه 3 غرف اسكن فيها، لا انا هاخد تاون هاوس واسكن فيه، على الاقل يبقى عندي حديقه، عندي مساحه خلفيه، كوميونتي امن، ابني يطلع على الحديقه بره، ابني يطلع على الحديقه في الباك يارد، عندي في الكوميونتي زي ما احنا شايفين كده. كل كوميونتي التاون هاوس بيبقى فيه مساحات خضراء، مناطق العاب الاطفال، باربيكيو اريا، في مسابح، في اماكن للترفيه، وطبعا لازم أن يكون في جامع، كل الخدمات اللي احنا بنعوزها من محلات تجاريه. فدي كده فكره التاون هاوس. ودلوقتي انا بكلمك على مواقع مش سهل تلاقيها في دبي. 3 من افضل المواقع: موقع على طول على شارع الشيخ محمد بن زايد جنب القريه العالميه، وموقع تاني على شارع الشيخ محمد بن زايد جنب البراري فيلا كوميونتي. والبراري فيلا كوميونتي ده واحد من اقدم الكوميونتي اللي موجوده، واكتر كوميونتي سواء في السعر غالي، وكمان عمل زياده في راس المال قويه جدا. فدي برضو كانت نقطة مهمة جدا ان احنا نذكرها، لانك انت من جور السعيد يسعد زي ما احنا بنقول، فانت قاعد جنبيك البراري على طول، مقارنة بالايجارات مقارنة بالاسعار فانت بعيد جدا جدا. تقدر انك تبيع وتأجر بعد كده في المستقبل وتحقق عوائد استثمارية كبيرة جدا من الاستثمار دون. طبعا التسليم بيبقى خلال سنتين 3 سنين، ممكن 3 سنين ونص، يعني 2027 و2028 حسب الكوميونتي اللي بنتكلم فيه. وفي واحد تاني برضو زي اللي احنا شايفينه دون قدامنا، ده موجود في منطقة الدي اي بي جنوب دبي، هيكون طبعا قريب من المطار الجديد، مطار ال مكتوم. وهنا التملك حاجه اسمها تملك ليز هولد، مش تملك حر زي الكوميونتي التاني اللي كلمتك عليهم، لا بكلمك على المشروع دون هو تملك ليز هولد غير حر لمده 99 سنه، طبعا قابل للتجديد. طبعا بالنسبه لكل المواقع اللي اتكلمنا عليها هي مواقع استراتيجيه جدا، لسبب ان هي على شارع الشيخ محمد بن زايد على طول، او حتى قريبه من جنوب دبي اللي هو منطقه الدي اي بي اللي هتكون جنب المطار على طول. والمنطقه دي اللي لاحظت ارتفاع ملحوظ الفتره اللي فاتت بسبب الاعلان عن المطار المكتوم الجديد اللي راح يكون اكبر مطار في العالم. اما بالنسبه للمواقع الثانيه اللي هتكون على شارع الشيخ محمد بن زايد، فالمنطقه دي معظمها مناطق فيلا الكوميونتي، عليها طلب كبير جدا، بالاخص ان انت بسهوله الدخول والخروج على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان تقدر انك توصل للداون تاون في غضون 25 دقيقه، وكان بيك القريه العالميه، وتبعد 20 دقيقه عن المناطق الساحليه زي دبي مارينا والجي بي ار ودبي هاربر. فاحنا دلوقتي بنتكلم على مواقع استراتيجيه، استثمار محترم، الكوست قليله جدا، والتاون هاوس عليه طلب عالي جدا. فرصه كويسه جدا ممكن نحكي فيها اكتر لما تتواصل معانا. فاذا انت بتدور على حاجه ليك للسكن او كاستثمار كتاون هاوس في دبي، دي احدى الافكار اللي موجوده في السوق العقاري في دبي اللي تقدر تفكر فيها وتقدر تستثمر فيها، بالذات ان اسعارها ممتازه جدا. بنتكلم بتبدا من 2 مليون 400 في 3 غرف واربع غرف وخمس غرف تاون هاوس. وعشان برضو نشوف مثال على الحاجات دي، عندي دي ال4 غرف، تعال خلينا في دي، ادي دي 4 غرف تاون هاوس زي ما احنا شايفينها كده. تعالى من الناحيه دي، بيبقى عندك المدخل من قدام هنا، بعد كده تخش عندك الليفنج اريا، والسلم بياخدك لفوق. طبعا تحت بيبقى فيه ساعات بعض الوحدات بيبقى فيها اوضه عامله منزليه ومخزن، تطلع عندك غرفتين ماستر، وتطلع في الدور اللي بعده عندك غرفتين ماستر، ورا بيبقى فيه الحديقه. كده يبقى احنا اتكلمنا على ارخص سعر تاون هاوس هنا في دبي تقدر انك تشتريه سواء للسكن او للاستثمار. انا محمد ششتاوي، وارقام تظهر قدامك على الشاشه. اذا احتجت اي مساعده خاصه بالسوق العقاري في دبي كسكن او استثمار سواء تحت الانشاء او جاهز، تقدر تتواصل معايا على الخاص. شكرا.